السلام عليكم. معكم عماد جاد الإطارات، أول متخصص في الوطن العربي وخبير في مجال الإطارات وعلوم الإطارات. متحدث باللغة العربية، بديك معلومات أكيدة عن حاجات تخص الإطار بتاع العربية، حاجات مهمة جدا. النهاردة بنزل لك مجموعة فيديوهات هتعتبر مرجع لأي حد في الوطن العربي حابب يعرف أي معلومة في الإطارات أو الكاوتش أو البناشر في اي دولة عربية. هتخش على القناة دي هتبحث عن ازاي تعرف مقاس الكاوتش بتاع عربيتك المناسب، ازاي تحافظ على الكاوتش بتاعك ان هو يمشي معاك اطول فترة ممكنة، وده هيبقى اقتصادي ليك وهيوفر معاك ان الكاوتش او الاطار هو اكتر جزء مستهلك معاك بصفة دورية وبتدفع فيه رقم كبير. لو مشيت على النصايح اللي انا بقولها لك اوعدك ان انت هتضاعف عمر الاطارات بتاعتك وهتخلي عمرها يتضاعف معاك. بدل ما بتمشي بالاطار 30,000 كيلو او 40,000 كيلو نتيجة استخدام خاطئ، ممكن تخليه يمشي معاك لغاية 100,000 كيلو. الكلام اللي انا بقوله لحضرتك دوت نتيجة تجارب فعلية وعملية مع ناس وعملاء خاضوا التجربة معانا في ال5 فروع بتوعنا في كل مصر كلها. إذا ففي القناة دي هديك معلومات نتيجة أبحاث تقارير بنستشف منها، وبنبحث في كل العلوم اللي دارت في العالم كله في تطوير أداء وكفاءة الإطارات، وبالتالي بنطلع لك بالمعلومة الأساسية بدون أي مجهود من حضرتك، وبنربط المعلومات بالتجارب العملية اللي خضناها أو تجارب العملاء أو حاجات احنا جربناها فعليا على أرض الواقع بنفسنا عشان لما نقول لك المعلومة. إذا أي مجال يخص العربية متاح إن أي حد يطلع يتكلم فيه، وارد احتمال الخطأ في كلامه واحتمال الصواب، الاتنين موجودين. إلا مجال الإطارات لا يصح إن حد يطلع يقول معلومة غير متأكد منها بنسبة 100%، لأن هو بيحكي في حاجة ليها علاقة بحياة الناس. وده جزء أنا شايف لو حد هيطلع يقول معلومة وقال معلومة خطأ مش مدروسة كويس، من حق أي حد يرفع عليه دعوة ويشتكيه، لأن ده هيضر بحياة ناس تانية. ولذلك لما طلعنا واتكلمنا وقلنا ان احنا هنعمل ده مرجع، فبناء عليه مرجع قوي جدا لاي حد عايز يتعلم، لاي حد صاحب مهنة او عنده محل وحابب تفهم المعلومات دي. هتخش على الصفحة عشان تفهم معنى تفسيري كامل متكامل لكل حاجة تخص فردة الكاوتش بكل المكونات بتاعتها، ازاي المكونات دي اندمجت مع بعض عشان تطلع لك التركيبة العجيبة اللي كانت أساس نجاح وانتشار السيارات في العالم. أصلا من الأساس بداية نجاح وانطلاقة تطوير السيارات بدأت بتطوير الإطارات الأول. لأن إيه فايدة إن أنت تجيب محرك كبير جدا وصلت لأرقام خيالية في عربية بوجاتي أو عربية فراري أو أيا كان الموديل اللي أنت بتصنعه، قادر على إن هو يوصل 400 كيلو متر في الساعة و500 كيلو متر في الساعة، وأنت ما عندكش تكنولوجي تقدر ان انت تواكب السرعه بتاعت العربيه. تكنولوجي في الاطارات متطوره جدا، مقاومه الحراره او التمبريتشر اللي تم تصنيفها النهارده ان هي دي المعايير الدوليه اللي بتمشي عليها وبيصنف عليها بناء عليها قوه تحمل الاطارات للتسارع والسرعه ومقاومه الاحتكاك مع الطريق. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا، اهم من اي حاجه في عربيتك. لو انت هتتكلم في مجال الميكانيكا او ان انت تشيك موتور كل يوم الصبح قبل ما تتحرك، تشيك الميه والزيت والحاجات دي كلها، مهم جدا 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 جدا. اول حاجه تفحصها عندك في عربيتك هي الاطارات، وده اللي هتنبه ليك انت كتاجر او حد بيمتهن مهنه الاطارات. انت مطالب تفهم العميل بتاعك ازاي يحافظ على الكاوتش بتاعه هو لما بيشتري من عندك من اي ستور. المفروض ان صاحب المكان، ولكن للاسف في كل الدول العربيه الناس كل همها في المبيعات ان هو عايز يبيع لك الاطار، ولكن ما بيدكش النصيحه الكامله المتكامله. فكل الناس كانت متخوفه ان هي لما هيقول لك الاسرار بتاعت المهنه هو مش هيعرف يبيع. فانا طلعت هنا اقول لك اسرار كل المهنه للناس اللي ما تعرفش، والناس اللي تعرف تزيد معلوماتها. هنا بس هتلاقي كل حاجه. طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن المواصفات والتكنولوجي اللي اتطورت بيها الاطارات لغايه النهارده، الكم الرهيب في الاضافه والتطوير المستمر. في ناس
ابحاث وعلماء قاعدين كل شغلتهم بس ان هم يطوروا في الاطارات، ان هي تعيش معاك عمر اطول، ان هي تتحمل معاك الحراره، ان هي تتحمل معاك ظروف البرد في الدول اللي فيها البرد، وتحمل الحراره في الدول اللي فيها درجات الحراره المرتفعه، تحمل الاوزان للعربيات اللي بتشيل اوزان فوق ال 30 طن وال 40 طن وال 50 طن، الارقام الكبيره دي. كل ده كان محتاج تكنولوجي رهيب جدا عشان يعمل حاجه تكلفتها قليله وفي نفس الوقت تقدر تتحمل